بتتكرر كل يوم بكل بيت. إيش بدي أطبخ؟ والله صار شي بحير. طيب اسمعوني منيح وشوفوا هالأكلة ما أطيبها وجربوها. بتجيبوا 3 4 حبات بطاطا وبتفرموهم على شكل مربعات صغيرة. بتجيبوا الباذنجان، كل ما كانت الباذنجانة طويلة أفضل، بتقشروها مقلمة وبعدين بتقطعوها لشرايح، ما بصير تكون سميكة أبدا، بنقليهم وبنتركهم على طرف. رح نجهز الحشوة اللي هي عبارة عن بصل وثوم ولحمة وشوية توابل وحبة فلفل أخضر، حبة فلفل أحمر، وحبتين بندورة، وبنتركهم لحتى يستووا. طبعا بشرت الجبنة اللي رح تعطيني الشطة والمطة، وجهزت البشاميل وكمان تركتهم على طرف. هلا وصلنا لمرحلة التطبيق. استخدموا صحن غميق اللي يقال عنه زبدية. شرايح الباذنجان لازم تكون طويلة لحتى تسكر معنا تماما. طبعا أول شيء بتحشوها باللحمة، بعدين مربعات البطاطا وبتسكروها على بعضها وبتقلبوها في البايركس. على الوش بنضيف صوص البشاميل وبنرش فوقه جبنة موزاريلا أو أي جبنة قشوان، وعلى الفرن ما بتاخد أكثر من 10 دقائق ربع ساعة لأن كل شيء عنا مستوي. وبنجهز جنبها الرز، وبتطلع عندكم أكلة بتاخد العقل. مو سمعتوني منيح؟ جربوها وصحة وألف هنا.